صاحبك قوي، رد فعلك وبسرعه ما تفكرش. يعني شخص سيء مش هشوفه. يعني شخص سيء مش هشوفه. في الوقت اللي احنا فيه ده ما بقاش في حاجة اسمها اشوف مصلحته قبل مصلحتي، ما بقاش في حاجة اسمها انت صاحبي او صاحبتي، ما بقاش في حاجة اسمها داخلين بيت بعض وواكلين مع بعض وعشرة سنين. دلوقتي بقت المصلحة رقم واحد. يعني تقدر تتوقع انه يبيعك عادي جدا، ومش بس كده، ده كمان هياخد اللي في ايدك منك بكل فجور وانانية للاسف، لانه بيشوف ان هو ده حقه اللي مش من حقه. تعالوا ننزل الشارع دلوقتي حالا ونشوف الكلام ده من بعض الناس ونشوف رد فعلهم وآرائهم. ابقوا معنا. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ يوسف. في كليه فنون جميله؟ ايه تخصص ايه؟ عمارة. طيب بمناسبة يعني الصحاب والأصدقاء والكلام ده، أكيد ليك طبعا صحاب وحد قريب منك والكلام ده، صح ولا أنت منطوي؟ لا انا اجتماعي عادي. اجتماعي عادي؟ طب افرض بقى أنت مرتبط في الكلية بواحدة يعني، تمام؟ وواحد صاحبك بقى صاحبك قوي فكر ان هو يرتبط بالبنت بتاعتك، تعمل معاه ايه او معاهم ايه؟ رد فعلك وبسرعه ما تفكرش. مع مين بالظبط فيهم؟ مع الاثنين. يعني لو هو ما قاليش اكيد هتضايق منه، يعني هزعل من الموقف. ايه ده هتزعل بس كده؟ هقاطعهم هما الاثنين. هتقاطعهم؟ ايوه. يعني هتتنرفز بقى وتعمل مشكله وكده، ولا هتعمل قط كده قط واقول له اللي حصل، يعني ان انا اتضايقت بسبب كده وبس. وهي في نظرك هتبقى ايه مع انكم مرتبطين؟ لا ما هو خلاص بقى انا قطعت علاقتي بيها. طب انت هتشوفها ازاي ساعتها؟ انا عايز اعرف انت تشوف البنت دي ازاي؟ وضح يعني اجابه. يعني شخص سيء مش هشوفها. صح؟ ملهاش اي جمله تانية. لا مش هقول حاجه تانية. تمام، يعني في النهايه انت هتعمل الاثنين بلوك من حياتك. ده الصح. صح. انا بحييك والله على الاجابه دي. رمضان كريم. شكرا. اكرم. الله اكرم. مساء الخير. مساء النور. تعرف بيك؟ احمد شريف. اسمك ايه؟ ندى. انتوا بتدرسوا ولا فين؟ فنون جميله هنا. انتوا الاثنين؟ قسم دكتور وانا قسم عماره. انتوا زمايل يعني؟ طيب هسألك سؤال، يعني بما انكم انتوا زمايل، بس انا هسألك سؤال، يعني لو مثلا انت مرتبط بحد صديقك في الكلية، تمام، وواحد صاحبك فكر ان هو يغلس عليك بقى او متضايق منك وحاول يكلم صاحبتك دي من وراك ويظبط معاها من الاخر يعني صاحبي اعتمد على حسب هو صاحبي قوي ولا لا. صاحبك قوي. لو صاحبي قوي هاجي له بالذوق واقول له ما ينفعش كذا كذا كذا. لكن لو مش صاحبي قوي هضطر ان انا يعني هيبقى فيها اجراء اكثر عنفا سيكا. طب لو حصل معاكي نفس الموقف بس مع ولد بقى، يعني انت مرتبطه اوريدي عادي، كلنا بنرتبط احنا زمايل عادي، تمام، وواحده بقى غلسه برضو دخلت لك كده وكلمت اللي انت بتكلميه او حاولت تكرهه فيكي عشان هو يحبها، ايه هتعملي معاها ايه؟ هي صاحبتك، خدي بالك. تمام، هي برضو لو كانت قريبه مني قوي هتكلم معاها قوي شويه يعني، وهقعد اعاتبها وهخليه ما يتكلمش معاها اصلا. لو هي بعيده يعني. طب لو هي مستفزه، هي نسيت اصلا الصحوبيه، هي وصلت للتارجت بتاعها، فهي عايزين نعرف انت هتعملي معاها ايه بقى؟ هي مستفزه يعني حتى مش بتعترف بغلطها. على حسب الموقف وقتها، هي مش بتعترف بغلطها. هيجي في دماغي وقتها اعمله فيها الصراحه، يعني هتاخدي معاها موقف اكيد صح. بشكركم جدا. رمضان كريم. مساء الخير. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ كريم. منين يا كريم؟ من اسكندريه هنا. منين يعني في منطقه اسكندريه؟ ميامي. احسن ناس. تدرس ايه ولا خلصت؟ لا انا كليه فنون جميله لسه ما خلصتش. ربنا يوفقك يا رب. افرض بقى واحد صاحبك قوي، خد بالك بس من السؤال، وانت مرتبط، انت اوريدي عادي كلنا بنرتبط يعني، مرتبط بواحده زميلتك في الكليه وهو بقى بيغير منك وحب يكلمها او يكرهها فيك ويكلمها من وراك وهو صاحبك، تعمل معاه ايه اول ما تعرف؟ هتعمل معاها اصلا معاه هو ولا معاها هي؟ يعني اجراءك هيبقى الاول مع مين؟ هو لو صاحبي وهي مش مديه اخوانا مثلا، هي لو كلمته عادي، بس هو لو صدقته انا الشخص ده المفروض ابقى واثق فيه، فانا تمام انا لو واثق فيه، هي لو صدقته فانا ساعتها مش هعيب عليه هو، انا ممكن اعيب عليها هي ان انت صدقتيه علشان انا دلوقتي مرتبط بيكي. هو عمل حركه كده فخلاص انا عرفت الشخص ده مش كويس. يعني هي اوريدي مرتبطه بيك، فجاه كلمت واحد صاحبك وكملت، يعني هي حتى ما عملتش ستوب، هي كملت وهو عرف ده وكان منك. السؤال هنا انه بيغير منك وعايز يرتبط بالبنت بتاعتك. لا خلاص كملوا مع بعض خلاص. صح. يبقى الاثنين يعني شر وراح، خلاص ازعل ليه؟ تمام. مش هتتضايق ولا هتمسك في حد في خناقه وصاحبك ده مثلا؟ ما هو اقول لك حاجه والله، هي انا في الاول في الاخر هبقى عارف ان ده في الاول في الاخر يعني انا ربنا وريني الاثنين دول علشان انا ما اكملش، عشان لو كملت في الاخر هيبقى في حاجه مش كويسه. فخلاص يبقى من الاول الموضوع خلاص ما كانش نافع وربنا وريني الموضوع ده من الاول فخلاص. يعني الاثنين بلوك. يعني مصممه على البلوك. يعني لو ساعتها هيبقى كده فتمام خلاص يعني. صح تمام؟
انا طبعا بشكرك على الاجابه الحلوه دي، ده اقل واجب. اقل واجب اليوم. رمضان كريم. انت طيب. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ انا وليد. كليه فنون جميله. فنون جميله. عمارة. صح كده؟ كليه فنون جميله برضه. طب سؤال كده بقى، بما انكم في الكليه يعني اكيد بنرتبط عادي ارتباط عادي. افرضي انت ارتبطتي بشخص وصاحبتك الانتيم كلمت الشخص ده من وراكي، ايه رد فعلك بسرعه؟ ثانية. صاحبتك الانتيم كلمت زميلك اللي انت مرتبطه بيه المفروض يعني، ايه رد فعلك معاها هي؟ كلمته كلام عادي يعني ولا كلمته من وراكي، هي اصلا هي اتضايقت لان هي مستفزه، هي بتغير منك، هتعملي معاها ايه؟ هقطع علاقتي بيهم هما الاثنين. الاثنين بلوك؟ ايوه. انت تمام على فكره، انت بقى هتعملي معاهم ايه؟ نفس حاجه هقطع علاقتي بيها. مش متفقين ولا ايه؟ شخص زي كده مش هتبقى في حياتي من الاول اصلا. بس انتوا صحاب بقالكم كتير عشره يعني. لا برضه صح؟ ايوه حركه وحشه برضه يعني. خيانه دي صح؟ وهو زباله. اشتمي براحتك. كل سنه وانتم طيبين. أعزائي المشاهدين، ده كان رد فعل بعض الناس. أتمنى تكونوا استمتعتم معنا النهاردة في الحلقة. استنوني في حلقة جديدة. كانت معكم هبة جابر، ورمضان كريم.